في الفيديو ده هتعرف ازاي تنجز شغلك وتطلعه بأحسن جودة وفي وقت قليل، وده من خلال الشورت كاتس اللي هتعرفها من خلال الفيديو. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. الشورت كات الأولى معانا هي كنترول تي، ودي من خلالها بتقدر تتحكم في أبعاد العنصر الموجود عندك في التصميم. تاني شورت كات موجودة معانا هي كنترول تي، ودي بتستخدمها لو انت عامل ماسك وعايز انك تعكس الماسك ده. الشورت كات التالتة معانا هي Alt وسلكت بالماوس، ودي ببساطة انك بتعمل سلكت بالماوس وتدوس Alt في نفس الوقت، وتبدأ انك تعمل اكتر من كوبي للعنصر بتاعك. رابع شورت كات موجودة معانا هي كنترول دي، ودي لو انت عامل سلكت على عنصر معين موجود عندك في التصميم، زي ما انا هنا عامل سلكت على الراديو، وبعد ما ظبطت الإضاءة بتاعته عايز دلوقتي ان انا اشيل السلكت اللي معمول عليه، فهتك على كنترول دي. خامس شورت كات موجود معانا هي كنترول ار، ودي لو انا عايز اطلع اداة المسطرة عشان ابدأ ان انا مثلا اظبط السيمترية بين عنصرين موجودين عندي في الديزاين. شورت كات رقم 6 معانا هي اظن معروفة كنترول زد وكنترول شيفت زد. الشورت كات رقم 7 هي شيفت جي، ودي بستخدمها عشان اطول حرف مثلا في كلمة معينة. وبالمناسبة الطريقة دي هتفيدك جدا لو انت بتصمم منيوهات بتاعة مطاعم، عشان لازم كل الأصناف تبقى ليها نفس الأبعاد. شورت كات رقم 8 ودي غنية عن التعريف كنترول سي وكنترول في. طبعا كنترول سي بقدر من خلال ان انا اعمل كوبي، وكنترول في بقدر من خلال ان انا اعمل بيست. الشورت كات اللي قبل الأخيرة معانا هي حرف الجيم والدال، ودول من خلالهم بقدر إن أنا أصغر حجم البرش أو أكبر حجم البرش بتاعتي. آخر شورت كات معانا هي الشورت كات رقم 10 بتاعة الكنترول بلس اس، ودي لو أنا خلاص خلصت الديزاين بتاعي وعايز إن أنا أسيبه، فدي أسرع طريقة هقدر أسيبه بيها.